في أوضة ضلمة جدا فجأة بيقع 4 أشخاص ميتين على الأرض، وده بيخلي أندي بتفكر في كل الأوقات اللي كانت على وشك الموت فيها. بيبتدي كل اللي حصل ده قبل يوم واحد في المغرب، وده لما أندي قابلت بوكر وبيتكلموا عن مهمة جديدة احتمال يبدأوا فيها. بس أندي بتتردد جدا لأنها مش عاوزة تقاتل تاني خالص. بس بوكر بيفضل يقنعها وبيقول لها على الأقل يا ستي روحي الفندق وشوفي باقي الفريق ورأيهم برضه. وهم ماشيين وبيتكلموا ورايحين الفندق، أندي لاحظت حاجة وهي بتبص وراها، وهي إن في شوية بنات بيتصوروا مع بعضهم، وأندي جت في الصورة بالغلط. فبتتصرف أندي بذكاء وطلبت منهم إنهم ممكن نستخدم الموبايل اللي صوروا بيه ده، وبتحذف أندي الصورة اللي موجودة فيها. فالفندق أخيرا بيشوفوا نيكي وجو بعد فترة طويلة، وكل الرجالة اللي موجودة هتموت وتدخل المهمة دي، وإزاي أندي مش موافقة أصلا. بس برضو أندي ما تهزتش بكلامهم، وإنها لسه مترددة لأن هي مش بتثق في كوبلي. وعندهم قاعدة غريبة في شغلهم، وهي إنه ما ينفعش أي اتنين طلعوا مهمة مع بعض قبل كده يشتغلوا مع بعض مرة تانية. وفي الآخر بعد ما حاولوا كتير معاها، أخيرا أقنعوها تروح مع بوكر حتى بس يروحوا يقابلوا كوبلي ويعرفوا إيه اللي هيقولوا. بعد كده بيقعدوا أندي وبوكر في كافيه بره، ونيكي وجو بيراقبوا تحركاتهم من الشباك. أول لما قعدوا في الكافيه وصل كوبلي وبيشرح كل حاجة، إن هو قرر ياخد استراحة من وكالة المخابرات المركزية لما مراته تعبت. بس للأسف أول لما ماتت معرفش يرجع، وفي الوقت الحالي بقى يخش المهمات بتاعتهم دي، وعاوز من فريقهم إنهم يخلصوا المهمة دي في أسرع وقت. المهمة عبارة عن إنقاذ ناس أسيرة في جنوب السودان. ولما قال كوبلي إن الناس دي غلبانة وكويسة، ولو ساعدوهم ونجحوا في المهمة دي في حاجات كتير قوي هتتغير بسببهم، أخيرا أندي بعد الكلام ده قبلت المهمة. بعد كده بيسافر الفريق بسرعة لجنوب السودان، وبيستنوا الليل يليل عشان يبتدوا المهمة. وبيقتلوا كل حراس الأمن بره واحد ورا واحد بهدوء. وبعدين بيطلعوا على السور الحديد وبيقتلوا أي حد يقابلوهم في طريقهم. وبعدين دمروا باب المبنى بقنابل صغيرة. بس أول لما وصلوا ودخلوا جوه اتصدموا صدمة كبيرة، وهي إن مفيش ناس مخطوفة أصلا جوه. أندي خمنت إنه ده فخ. وفجأة مجموعة من الجنود دخلوا الأوضة وضربوا نار عليهم. بعد كمية الرصاص دي طبعا كلهم وقعوا على الأرض والدم بقى حواليهم. الجنود اعتقدوا إن الفريق مات أكيد، وهم بيدوروا ظهرهم وماشيين بسرعة. أجسام الفريق بدأت تعالج نفسها، ده كمان بتطرد كل الرصاص. وبسرعة رهيبة قاموا 4 منهم من على الأرض وبيقتلوا كل الجنود بمهارة وتقنيات عالية جدا. ومش مهم عندهم لو تعرضوا للأذى، فالعملية دي وكل اللي بيحصل ده كوبلي شايفه في الكاميرات، واللي بتلاحظها أندي وبتكسرها بكل غل. تاني يوم الصبح الفريق دفنوا اللبس بتاعهم اللي كله دم في الرملة، وبيتناقش الفريق وأندي بتقول لهم احنا لازم نلاقي كوبلي ونقتله بأسرع وقت، لأنه عارف كده خلاص عرف السر بتاعنا. والسر كان إنهم محاربين من قرون وعندهم قدرات علاجية متجددة وبيساعدوا الناس كرزق ليهم. وبتقول لهم أندي إنها أول لما تلاقي كوبلي هتوقف قتال وهتسيب الشغلانة دي خالص. في الوقت ده أفغانستان، الجندي نايل من القوات الأمريكية بتحقق وبتبحث عن شوية بنات وسيدات اللي ممكن العدو ياخدهم كرهينة. ولما لقيتهم بعتوها بكل هدوء وصمت للراجل اللي خاطفهم. ودخلت نايل المبنى مع فريقها وبسرعة ضربت نار على الراجل في صدره، وراحت عشان تشوف جثة الراجل. فجأة غدر الراجل بيها وقطع رقبتها. بسرعة جريت عليها زميلتها في الفريق عشان تحاول توقف الدم، بس للأسف هي بتموت خلاص. وفي اللحظة دي الفريق اللي عنده قدرات عالية نايمين في القطر، وبيحلموا إن نايل اتقتلت وفي حاجات تانية غريبة بيحلموا بيها. وبيصحى الفريق وبيعرفوا إن الأحلام دي معناها إن في حلم تاني جاي. والموضوع اللي بيخلي أندي محبطة إنه بيطلع مواضيع جديدة، وإنها عاوزة الموضوع يخلص بسرعة. فباقي الفريق بيقنعها إن دي علامة ولازم يلاقوا نايل. فقالت لهم أندي أنا هروح أشوف الموضوع ده بنفسي، وهم يروحوا يشوفوا كوبلي. واتفقوا إنهم في الآخر هيتقابلوا في فرنسا. نايل في الخيمة فهمت إن صحابها خايفين وقلقانين منها، لأنها على الرغم من إنها اتعورت في رقبتها وكانت على وشك الموت اتعافت بسرعة، وكمان مفيش أي علامات في رقبتها على الجرح. بلغوا عن اللي حصل ده، وقررت السلطات العليا يبعتوا نايل لألمانيا عشان يعملوا شوية اختبارات عليها. نايل راجعة متضايقة الخيمة، وبتتضايق أكتر لما لقت أصحابها لموا حاجتها فعلا وكأنهم بيقولوا لها امشي دلوقتي. فانجلترا، المدير التنفيذي لشركة الأدوية ميرك بيقدم عرض عن الخلايا الجذعية، وكمان بيقول لجمهوره الأغنياء اللي قدامه إنه عنده كل التكنولوجيا اللي بتقضي على أي مرض يصيب الإنسان، وكمان يقدر يطول في عمره. بس كل اللي عاوزه استثمار. بعد كده ميرك بيتقابلوا هو وكوبلي اللي بيعرض عليه المشاهد اللي صورتها الكاميرا الفريق أندي وهو بيصحى تاني بعد ما مات. على الرغم من كده ميريك ما كانش مبسوط بكلام كوبلي، وبيقول له محتاج دليل قوي جدا لان الناس هيفكروا ان الفيديو ده متفبرك. بس هو محتاج كوبلي في انه يقبض على فريق اندي ويجيبهم عنده.
وهي نايل مستنية طيارة هليكوبتر عشان تسافر بيها. فجأة ظهرت أندي وبتضرب على كل الحراس عشان ما يحصلش ليها نفس اللي حصل معاهم. وبتصحى نايل بتلاقي نفسها في صندوق عربية جيش واللي سايقاها أندي، وبتحاول نايل تهرب بسرعة وبتضرب برجليها صندوق العربية وبتقع من العربية. أندي وقف بسرعة وراحت تجيبها بسرعة، ونايل بتحاول تهرب بس أندي بتوقفها وبتضرب عليها نار على راسها من ورا. وبعدين أندي بتستنى نايل تصحى، فصحيت نايل وجريت على أندي وبتدخل سكينة في كتفها. أندي ما اتضايقتش من فعلها وبتقول لها عاوزة تعرفي إجابات؟ تعالي معايا وأفهمك كل حاجة. بعد كده أندي ونايل هيركبوا طيارة لفرنسا وهي طيارة تهريب. بتتصل أندي بالفريق وبتقول لهم البنت معايا، بس هما لحد دلوقتي ما عرفوش يوصلوا الكوبري لحد دلوقتي. وقبل ما يمشوا أندي عملت حاجة غريبة، وهي إنها كسرت موبايلها. وبعدين بتحكي نايل عن فريقها وإنها ما عندهاش أي فكرة عن إنهم ليه خالدين وعندهم القدرات دي. بس نايل مش شايف إن كلامها الغامض ده كويس، وإنها برضو ليه مسافرة معاهم. بعد ما أندي نامت بتربطها نايل في الكرسي، وبسرعة خدت السلاح وبترفعه على الطيار وبتأمره يرجع تاني. ولما أندي صحت بكل هدوء بتتكلم مع الطيار بالروسي، ودي لغة نايل مش هتفهمها، وبتطلب منه يتظاهر بالموت عشان يتمكن من تشتيت انتباه نايل. وأندي ذكية جدا وبتتظاهر إنها بتضرب نار على الطيار، والطيار فعلا بيعمل نفسه ميت، والطيارة بتبدأ تدريجيا تقع. ولما أندي قالت إنها بتعرف تسوق الطيارة فكتها نايل، وبسرعة الطيار قدر يتحكم في الطيارة من جديد ورجع لطريقه تاني ورايح لفرنسا. بس نايل وأندي بيموتوا بعض ورا في الطيارة، وطبعا عشان أندي خبرة لسنين طويلة هي اللي بتفوز بكل سهولة، وبتعور نايل في أماكن موت عشان بس تهديها. ولما فعلا البنت شافت نفسها جرحها بيلم وبتقوم تاني، أخيرا اقتنعت بكلام أندي وإنهم يتعاونوا سوا. في فرنسا بيتجمعوا كلهم في كنيسة قديمة مهجورة وبيتعشوا، ونايل بتتعرف على الفريق واحدة واحدة. بوكر خالد من القرن ال 18 ونيكي وجو كانوا أعضاء في الحروب الصليبية. وأندي بتقول إنها أكبر واحدة بس مش فاكرة هي عندها كام سنة بالظبط. بس نايل بتقول لها ممكن تموتوا برضه، واحتمال الخلود ده مش أكيد. هو ممكن يموتوا في حالة لما الجروح بتاعتهم مش بتتعالج لوحدها، وفي الوقت ده هيموتوا فعلا. بعد كده بيروحوا يناموا ما عدا أندي قاعد على كرسي في الصالة. وفي نص الليل نايل بتشوف كابوس وكل اللي موجودين بيصحوا، وبتحكي لهم إنها شافت واحدة في نعش بتغرق في بحر. وبيقول لها الفريق إنها بتكون كوينة، وهي التانية خالدة مش بتموت زينا، وكانت هي وأندي بيحاربوا مع بعض. وفي الوقت ده كانوا بيحاولوا يحرروا الستات المتهمين بإنهم بيعملوا أسحار، بس قبضوا عليهم واتهموهم بإنهم هم اللي بيمارسوا السحر بنفسهم. والمدينة كلها عرفت إنهم مش بيموتوا. خدوا كوين وحبسوها في نعش حديد ورموه في المحيط. ومن ساعة الوقت ده كوين كانت بتغرق كذا مرة، بتغرق وتقوم وتصحى وبترجع للحياة وبتموت مرة تانية للأبد. نايل اتضايقت من القصة دي وطلعت بره. أندي طلعت وراها وبتحكي معاها، بس فجأة بيسمعوا صوت وهم جنود كوبلي، وكوبلي قاعد بيراقب كل حاجة من عربية المراقبة. بسرعة البنات دخلت ومش لاقيين ولا جو ولا نيكو في أي مكان، وإن بوكر انفجر بقنبلة يدوية ومستنيينه يصحى. فنايل قعدت جنب بوكر، وأندي بسرعة جريت ورا الجنود وبرضه مش خايفة تتعرض للأذى، وبكل قوتها نجحت في إنها تهزم كل الجنود في ثواني. وده خلى كوبلي يترعب ويمشي وهو ميت من الخوف. وأول لما الفريق قضى على اللي موجودين لموا حاجتهم بسرعة وراحوا يدوروا على مكان تاني يستخبوا فيه. وفي الوقت ده صحي جو ونيكي في عربية كلها جنود، وبيسخروا منهم إنهم إزاي متجوزين، والعربية ماشية بيهم بسرعة شديدة للمطار. بس المفاجأة أول لما فتح باب العربية من ورا اكتشفوا إن جو ونيكو قتلوا كل الجنود اللي معاهم، واللي بيثير الدهشة إن الكلبشات لسه في إيديهم. خدهم كوبلي الطيارة رايحة إنجلترا ووداهم عند ميريك اللي بيطعنهم بالسكينة وهو مستمتع إنهم مش بيموتوا، وبيوضح لهم إنه هيستخدمهم للتجارب عشان يكتشف إزاي يطول عمر الإنسان. بعد كده خدروا نيكي وجو وبعتوهم للمختبر، وميريك طلب من كوبلي يجيب باقي الفريق ليه برضه. وصلوا أندي وبوكر ونايل لمنجم مهجور يستخبوا فيه، بس نايل اتصدم لما لقى كل الكنز القديم هناك والفن الأصلي اللي خبوه هناك برضه. وبوكر بيقول لنايل عن عياله اللي ماتوا وإن حاجة وحشة قوي الخلود وكل اللي بتحبيهم بيموتوا حواليكي. أندي فجأة بتبص لإيديها لقت الإصابات اللي في جسمها ما خفتش، مشيت بسرعة من المنجم وراحت صيدلية في المدينة وبتشتري الدواء اللازم، وبتتفاجئ لما بتعرض عليها البنت اللي واقفة في إنها تخيط جروحها في الأوضة اللي ورا. فأندي بتسأل البنت ليه بتساعد شخص غريب بدون ما تسأليه سؤال واحد حتى، وبتقول لها اللي بيساعد حد بيلاقي اللي يساعده. بعد كلامها ده أندي سرحت فيه شوية
وفي حبايبها اللي ماتوا. في مختبر ميريك، جو ونيكي مربوطين في الكراسي والدكاترة قاعدين يسحبوا منهم عينات، وكوبلي بيقول إن ميريك بقى عنده كل العينات اللي ممكن يحتاجها في أي وقت، عشان كده مش لازم يفضلوا خاطفين جو ونيكي. بس كوبلي بيعترض على كلامه، بيقول له لا طبعا لازم أخليهم عندي لحد لما أطلع النتائج وأتأكد من كل حاجة، ومش هيوقف أي حاجة غير لما تبقى عنده كل المعلومات. نيكي بيحاول يقول للدكتورة إنهم عملوا عليهم نفس التجارب دي ومفيش أي حاجة وصلوا لها، بس الدكتورة بتتجاهل كلامه. وفي نص الليل بتصحى نايل على كابوس وبتخرج تشم هوا، بتلاقي أندي ماسكة موبايلها بتقلب فيه وبتوريها نايل صور عائلتها، بس أندي للأسف مش عارفة حتى تحكي لها عن عائلتها لأنها مش فاكراهم. وبسرعة كوبلي جالهم وبيقول لهم على موقع باقي الفريق. أول لما وصلوا على العنوان، بوكر مشي وبيأمن وبيشوف المكان، وأندي بتدي سلاح لنايل، بس نايل بتتردد لآخر لحظة وبتقول لها إنها مش عاوزة تحارب وعاوزة تبقى في سلام وتقضي الوقت مع عيلتها قبل ما تفقدهم. فأندي قالت لها روحي وخدي كمان العربية، وبتزعق لها بس ابقي ارمي باقي الأسلحة في طريقك بقى. بعد ما نايل مشيت بالعربية وبقت بعيد جدا عنهم، بتفتح صندوق العربية وبتكتشف إن أندي للأسف خدت الرصاص الغلط لسلاحها. فالشركة بيدخلوا أندي وبوكر بالراحة وبيطلعوا فوق عشان يدوروا على كوبلي، وبسرعة دخلوا عليه ورفعوا عليه السلاح، بس فجأة صدم بوكر أندي لما ضرب عليها النار في جنبها وربط ايديها، وبيقول لها انه لازم يعمل كده لانه عاوز ميريك يكتشف طريقة عشان يموتوا وما يبقوش خالدين وما يضطروش انهم يعانوا بعد كده. وكوبلي بيقول انه برضه عاوز العلاج عشان ينقذ مراته تعبانة، بس بوكر اول لما شاف ان جرح اندي مخفش بدأ يتضايق. وفجأة دخل الحراس وخدوا أندي وبوكر، بس كوبلي بيقول إن أندي مش هيمشي عليها أي اختبارات. ميريك مهتمش لكلامه، بيأمر الحراس ياخدوا أندي وبوكر للمختبر اللي فيه جو ونيكي، وبيقول لهم عاوز نتائج منهم في أقرب وقت ممكن. ولحسن الحظ والمفاجأة الكبيرة إن نايل فجأة حصرت المكان ورفعت المسدس على كوبلي ووريته قوتها وإنها تتعافى بسرعة، وعشان كده بدأ يحكي لها كوبلي سبب اللي حصل بالتفصيل. وبيقول لها إنه قضى سنين عشان يعمل أبحاث على الفريق بتاعها وعرف كل الخير اللي قدموه للناس، وبيقول لها إنه لما ياخد الفريق ويعمل اختبارات عليهم ممكن ينقذ العالم، وبيقول لها إنه فعلا غلطان، وبيقنع نايل ياخدها للفريق. وبعد لحظات خدها المبنى ميريك وطلعت فوق. أول لما دخلت على طول ضربوا عليها رصاص، بس هي اتعافت بسرعة وقامت وقضت على كل الحراس، وبعدين دورت لحد لما لقت الأوضة اللي هم فيها، وبتحرر نايل أصحابها وبتقول لأندي إنها شافت كل الأعمال الخيرية بتاعتها، وبتقول لها إن أكيد في سبب للي انتي بتعمليه ده دلوقتي. نيكي وجو لما عرفوا اللي حصل غضبوا جدا من بوكر بسبب خيانته ليهم، بس أندي بيقول له مش وقته خالص خناق وكلام في الموضوع ده. بعد كده بيتحرك الفريق وبيقتلوا حراس أمن كتير، بس بيحاولوا يغطوا أندي اللي خلاص فقدت قواها. بس على الرغم من كل ده أندي بتظهر بسرعة إنها لسه مقاتلة قوية جدا حتى لو خلاص مش خالدة. بعد ما فرقعت فيهم قنبلة كبيرة بتضرب أندي راجل عشان يعترف على مكان ميريك، بس أول لما راحوا المكتب لقوه فاضي مفيهوش حد، ويلاحظوا إن الأسانسير متعطل، ورجالة الفريق راحوا يدوروا على ميريك. ونايل بتقعد مع أندي، ولسوء الحظ لما الأسانسير نزل ده كان فخ ليهم، وفجأة ظهر ميريك ومعاه فاس ومسدس. ونايل بتستخدم نفس الفكرة اللي عملتها أندي في الطيارة وبتستخدمها عشان تخدع ميريك، فتتظاهر إنها تضرب النار على أندي اللي بتنط بسرعة على ميريك وبتشد الفاس من إيده وبتضربه. وبتيجي نايل تكمل ضرب فيه وبتجري بسرعة بيه ناحية الإزاز اللي خدهم ووقع وتسبب في موت ميريك. وبسرعة رجالة الفريق جم وساعدوا نايل، وأول لما نزلت أندي ودخلت العربية هربوا بسرعة قبل ما الشرطة تيجي. انتهت المهمة وبوكر مستني بره والفريق متجمع جوه بيخططوا ازاي هيعاقبوا بوكر بسبب خيانته. طلعت نايل لبوكر وبتقول انهم كانوا بس بيخططوا ازاي هيزيفوا وفاة اندي، فبوكر بيقول لها انت هتبقي اضافة قوية للفريق ومميزة للفريق. اندي جات واتكلمت مع بوكر وان عقوبتها ليه انه يقضي 100 سنة وحيد، واندي بتودعه عشان هي بقت بشر ومش هتشوفه تاني، وبيحضنوا بعض على الرغم من كل اللي حصل. بس الحكاية ما خلصتش، عقوبة الفريق ليه انه يلاقي لكل واحد شغل ويحذف كل الادلة اللي موجودة ضدهم. المفاجأة بعد 6 شهور في فرنسا بيروح بوكر لشقته، بتصدم لما بيلاقي كوينة موجودة في الشقة.